السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا كلنا شفنا الفيديو المؤسف بتاع تريلة البطاطس في مصر. شيء محزن ومخزي، وإن كان بيدل على شيء فهو بيدل على فشل حكومة الدكتور مصطفى مدبولي في إنه يدير عجلة الاقتصاد المصري. دولة زي مصر مواردها لا تعد ولا تحصى، بإمكانياتها البشرية، أما توصل لمرحلة إن الناس تهاجم تريلا فيها بطاطس عشان ياكلوا، ده مش تنظيم ولا عمل إرهابي يا معالي وزير الداخلية، ولكن ده فشل للحكومة. وكنت أنتظر من الرئيس عبد الفتاح السيسي، اللي أكيد شاف الفيديو دوت ووصلوا المعلومة بتاعته، إن على طول يصدر قرار إن الحكومة دي تقعد في بيوتها، ويأمر بتشكيل حكومة اقتصادية لإنقاذ مصر من الكارثة بتاعة ثورة الجياع. ثورات الجياع لا تبكي ولا تضر. الفيديو ده ما تقولوليش إن في سائح ولا مستثمر هيفكر إنه يجي مصر. الناس دي ما بتروحش بلاد فيها اضطرابات ولا بلاد مهددة بثورات جياع. يبقى حتى لو هنعيش في الوهم اللي بيصدره لنا الإعلام الكذاب بتاعنا، اللي بيتكلم عن بلد ما هياش مصر، إن في إنجازات وفي تقدم اقتصادي، إحنا تدهورنا في كل حاجة، اقتصاديا واجتماعيا صحيا تعليم، كل حاجة متدهورة. حتى اللي بيتعمل ده إذا كان هدفه جذب استثمارات، مفيش مستثمر هيجي دولة فيها اضطرابات أو فيها احتمالات كبيرة لوقوع ثورة جياع. مفيش مستثمر هيجي لحضرتك النهاردة. معلش، أنا النهاردة مثلا لما أجي أقول شركة بي إم ولا أودي ولا فيات ولا بيجو رينو، أي شركة عشان تيجي تجيب استثمارات وتقول لمصر اتفضل جمع لي، اعمل لي، هعمل عندك خطوط انتاج تجميع عشان عندك كفايه وزياده في العنصر البشري. حضرتك النهارده خليت العنصر البشري عندي تكلفته بقت عاليه جدا. مش ان في ندره اقتصاديه في العنصر البشري، لا، ان حضرتك النهارده المستوى المعيشي للفرد عشان يعرف يعيش وياكل ويشرب، الحد الادنى زي ما قال الرئيس عبد الفتاح السيسي 10,000 جنيه. اذا النهارده المستثمر عشان يجي ويدي للعامل العادي 10,000 جنيه، اما نقسمهم على متوسط سعر الدولار النهارده 40 جنيه، يبقى راتب العامل الشهري 250 دولار. وبالتالي المستثمر هيلاقي ان تكلفة التجميع عند حضرتك في مصر اوفر، والبيزنس مفهوش عواطف، فطبيعي انه هيطفش من عند حضرتك ويروح يشوف دولة تانية تكلفة التجميع، تكلفة الايد العنصر البشري فيها ما تتعداش 150 دولار. يبقى اللي حضرتك النهارده عملته
الارتفاع الجنوني في اسعار كل حاجه في مصر بتطفش الاستثمار. مفيش مستثمر هيجي يعمل اي تجميع عندك، محتاج ايدين عامله، محتاج عنصر بشري، وانت تكلفه العامل عندك $250. يقول لحضرتك لا اسف دراسه الجدوى بتاعتي فاشله. اذا حضرتك النهارده لازم تجيب حكومه تصنع وتزرع عشان يبقى العرض عندك عالي، وبالتالي اما يكون العرض بزياده السعر ينزل، ما يبقاش فيه احتكارات زي ما احنا شايفين. انت كل حاجه عندك فيها دلوقتي بقى فيها احتكار، رز، سكر، بصل، بطاطس، كله احتكار، اسعار جنونيه، زي ما تكون البلد دي ما فيهاش زراعه. محدش يقول الكلام ده، والكلام ده اتكلمنا فيه من سنين. نتيجته اللي احنا وصلنا له النهارده، ان النهارده الناس عشان تعرف تاكل وتشرب وتعيش 10,000 جنيه شهري، ده اقل حاجه، ده الحد الادنى مش مرفه. سعر الدولار عندك وصل ل 40 جنيه بسبب صندوق الفقر الدولي اللي انتوا حاطين ايديكم في ايده. وقلنا 100 مره صندوق الفقر الدولي ما بيجيبش دوله قدام، بيجيبها ارض، وبرضه مصرين. فيبقى انا النهارده لما اجيب حكومه جديده تقطع العلاقات نهائي مع صندوق الفقر الدولي، كل اللي بينها وبينه ان ازاي تلغي فوائد القروض، وازاي جدول القروض ديت واقدر ان انا اسددها. اذا ده تم ممكن ان احنا نبدا نقلل تكلفه المعيشه، وبالتالي سعر العنصر البشري عندي هيقل، هيبقى فيه جذب للاستثمار. مجالات الاستثمار في مصر انا عندي 110 مليون بكفاءات وخبرات حدث ولا حرج. فانا المفروض اصنع والصناعات بتاعتي تغزو العالم كله. المفروض استصلح اراضي واستزرع، عندي بحر ابيض وبحر احمر وعندي نهر النيل، حتى وان كان على وشك بسبب ان احنا سيبنا سد النهضه، لازم نلحق بسرعه نسرع في الفرعه بتاعت نهر الكونغو ونعمل تبادل بيننا. معدل الانجاز في سد النهضه لن بقولها لن نافيه يكون بسرعه معدل الانجاز في ان احنا ناخد فرعه من نهر الكونغو لنهر النيل عندنا. هتخلي مصر والسودان والكونغو من اقوى واكبر الدول المصدره للطاقه الكهربائيه، والعالم كله بيتجه دلوقتي للطاقه النظيفه. عقبال بقى اثيوبيا ما تصحى وتعمل سد النهضه وتعبي وينهار الخزانات بتاعتها وترجع تبني تاني، نكون احنا اصلا عدينا بمراحل. اتمنى، مش مهم عندي انتخابات رئاسه الجمهوريه دلوقتي تتاجل، تبقى في مواعيدها، مش لازم تتبدر ونستعجل في ان احنا نخلص من حكومه مصطفى مدبولي بسرعه. نجيب خبير اقتصادي يكون حكومه اقتصاديه قويه تشتغل من اجل رفع المستوى المعيشي للمواطن المصري، تقليل تكلفه الحياه في مصر، عشان اقدر اجيب مستثمر يلاقي الايد العامله عندي رخيصه يقوم يصنع ويجمع عندي، اكفي السوق المحلي وافضل اصدر. يبقى ميزان التجاري بتاعي الفجوه الكبيره اللي ما بين الصادر والوارد هتتقلص، سعر العمله عندي هيعلى، وضعي الاقتصادي هيتحسن. ده اللي المفروض نبدا نسعى فيه اهم من اي حاجه تانيه. انما لو فضلنا في الاتجاه دوت مصر داخله على الافلاس، مصر داخله على ثوره ضياع، والسبب فيها حكومه مصطفى مدبولي. اتمنى الكلام يوصل، واتمنى نفكر فيه بعقل وبحكمه ونلحق نتخذ قرارات. احنا ما بقاش عندنا رفاهيه الوقت. اللي حصل ده انذار قوي للي جاي، واللي جاي هيكون بسرعه. ده فتح الباب خلاص للطوفان وثورات الجياع. لا جيوش بتوع الجيش ممكن يجي النهارده يلاقي، معلش اسف على فرض ان قامت ثوره ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي،
الجيش موقفه واضح مع الرئيس حسني مبارك، 30 سنة في الحكم وحياته كلها رجل في القوات المسلحة. الجيش قال له لا معلش مش هقف قدام الشعب عشان شخص. حضرتك شكرا، البلد ولاده، نجيب حد يدير. جينا مع الدكتور محمد مرسي سنة واحدة وراه جماعة الإخوان وهدده، والتسجيلات موجودة، مش هعيد الكلام الفارغ اللي قالوه. الجيش قال لهم لا معلش، البلد دي تفضل محمية برجالتها، رجال القوات المسلحة، محدش تاني، ما عندناش عصابات، اتفضل يجي غيرك. نفس الموضوع النهارده، لو الناس قامت ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمنتهى الهدوء، انا واثق مجلس اعلى القوات المسلحه سياده الرئيس بعد اذن حضرتك، اتفضل رئيس مجلس الشعب او المحكمه الدستوريه العليا حسب اللي هيبقى موجود في الوقت ده، فتره انتقاليه، انتخابات رئاسيه، يجي رئيس يمسك البلد. انما ثوره جياع لا الجيش ولا الداخليه يقدروا يعملوا امن للبلد، يقدروا ينهوها. ثورات الجياع لا تبكي ولا تذر. فأتمنى إن كل مسؤول في مكانه يعمل بإخلاص لإنقاذ مصر من ثورات الجياع. دي اللي ما نقدرش عليها، لا جيش ولا شرطة ولا غيره. دي بتاخد في وشها كده طول ما هي ماشية زي الطوفان إلى أن يشاء الله رب العالمين. أتمنى إن الكلام يوصل، أتمنى إن كل مسؤول يفكر كويس ويتحمل مسؤولياته امام المولى تبارك وتعالى قبل امام الشعب. ومش عيب ان الانسان يخطئ، ولكن العيب انه يصر على خطأه. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.